السلام عليكم أصدقائي، اليوم رح نساوي كيك بالزعتر. هي أكلة لبنانية، جربوها وحتعتمدوها وحتضل تعجبكم يعني وتعملوها. تاكل مفلفلة مع زيتون مع كل شي يعني. رح يحبوها الأولاد وتغيير شكل عن مع شي معتاد يعني. هون بدنا بوعاء 4 حبات بيض، وشي رشة ملح، ربع معلقة صغيرة ملح، ومعلقة كبيرة ليمون أو خل أبيض. هون بنحركهم كتير منيح مع بعض حتى يتجانسوا كلهم سوا. بنضيف بعدها كوب حليب، طبعا بنحركهم. هون بنضيف كوب إلا ربع زيت زيتون، نخلطن سوا مع بعض حتى يتجانسوا كلهم سوا. هون بنضيف ظرف بيكنج باودر، تقريبا بيطلع شي معلقة كبيرة، بنضيفه كله. وهون بنضيف الطحين، أنا ضفتن شوي شوي، نحنا بدنا شي كوبين ونص طحين، أنا ضفتن بالتدريج. حركتن مع بعض لحتى الطحين كله داب، حتى ما عاد في تكتلات أبدا. هيك القوام لازم يطلع معاكن بهذا الشكل. وهون ضفت معلقة كبيرة حبة البركة، وهاد زعتر أخضر فلسطيني كمان كتير طيب مع هذا النوع. ضفت تقريبا شي 3 معالق ونص. انتو بتحبوا تقللوا يعني تحطوا معلقتين ونص كمان بصير، أو معلقتين بس كمان يعني ما بيأثر. هيك بيطلع معاكم القوام أحكي بعد ما تحركوا، بيطلع كتير سميك. بعد هون في جبنة حلوم، هي ما بتدوب على حرارة بالفرن. جبت العلبة 250 جرام، قطعتها مربعات وضفتها فوقهم حركتها. بعدها أنا هون جهزت القالب، دهنته بزيت زيتون كلياته، ورشيت عليه طحين مشان ما يلزق الخليط. دهنته كلياته بهالشكل. بعدها هون رشيت له طحين وقلبت الخليط. هون حطيته على بالفرن، كان محمى من قبل مسبقا، وحطيته على درجة حرارة 60 لمدة ساعة. أنا هيك فرني، وكل واحد وعنده فرنة وبيعرف قديش حرارته. أنا فرني قوي لذلك حطيته على درجة 160 بس، أخد معي ساعة. طلعته بعد ساعة بهذا الشكل، وأنا بطول منظر النهائي هلا بتشوفوا شي بشهي. وكمان فيكم تحطوا فيه عطون أسود، زيتون أسود كمان بيطلع أطيب. أنا هون ما كان عندي، بس هو لو في عندكم حطوا بقلب الخليط فورا وبتحطوه بالفرن بيطلع كتير طيب. هذا الشكل النهائي، شوفوا على الطراوة مقطبة كله تمام. جربوها وعرفولي إذا عجبكم الوضع. صحتين وألف هنا سلفان، باي باي.